مساء الخير ومساء الفل عليكم. النهاردة عايزين نوريكم ازاي خلينا البتنجان بطريقة سهلة جدا، ويعني بيتاكل في وقتها. انتي بتخلليه في وقتها وتاكليه في وقتها. معانا هنا ده البتنجان، ومعانا هنا كيلو من الفلفل. بص احنا هندوق، استنى لما ندوق الاول بعد كده نقول لكم الفلفل بقى وحلاوة الفلفل. بس الفلفل مش هنطلعه، بس برضو خلينا بطريقة سهلة جدا. تعالوا نوريكم خليناه ازاي. هنا معانا كيلو ونص من البتنجان، جبناه غسلناه كويس قوي وشطفناه. بتشيلي الحتة اللي فيه اللي فوق دي، وبتفتحيه بالسكينة بالشكل ده اللي هو حجمه سمكه كبير شوية، بتفتحيه فتحتين، واللي هو رفيع بتفتحيه فتحة واحدة. وهنا بعد ما فتحنا البتنجان كله وخلصناه، بتجيبي طبعا طاسة وتحطي فيها الزيت وتحمريه بالشكل ده. بعد ما بنحمره تعالوا نعمل بقى التتبيلة بتاعته. معانا هنا فلفل حامي وفلفل بارد وفلفل اللي هو الرومي، يعني اللي عندك كله حطيه عادي، اي نوع فلفل معاكي مفيش اي مشكلة. وتحطي حبة زيت، معلقتين زيت بالشكل ده، وتروحي مفضية التتبيلة في اي حاجة، في اي صينية، اي حاجة بالشكل ده. وده معانا الثوم هنا مفرزينه في الفريزر، وهنوديه بقى نقلبه شوية. معانا هنا فلفل اسود وكمون وملح والليمون. عصري هنا بقى بتاع 5 ليمونات. في ناس بتقولك الليمون بيمرر معانا لما بتعمليه كده على البوتاجاز وترجعي تحطي التتبيلة دي. بحطها على البوتاجاز شوية، تاخد معايا يعني نص تحميرة كده، اللي هو بتدبل بس معاكي بالشكل ده. تبليها على النار شوية وبتجيبيها بقى وتروحي حاشية البتنجان على طول. طبعا البتنجان لسه سخن هنا معانا، كان سخن جدا فما قدرتش امسكه بايدي، ما اتحملتش. فتحطيه كده في الطبق بالشكل ده وبتحشيه. طبعا البتنجان تحطيه بقى في علبة وتحطيه في التلاجة، في اي وقت جنب اي اكل بتطلعيه بيبقى طعمه حلو جدا، وبيقعد ما بيبصي ولا اي حاجة. هو البتنجان سخنة مش متحملة ان انا امسكه. طبعا احنا كنا فاتحينه فتحتين زي ما قلت لكم، وفي واحدة تانية هتلاقيها مفتوحة فتحة واحدة، لان انا بجيب البتنجان اللي هو مش الرفيع قوي، لانه بينشف لما بتيجي تحمريه، بينشف معاكي. فلما بتجيبيها كبيرة شوية لا بتبقى كويسة، يعني ما بتنشفش. ومعانا هنا مية سخنة بتاع حوالي 3 لتر مية. معانا معلقة ثوم كبيرة حلوة يعني مش صغيرة. ومعانا هنا يعني قولي 3 معالق ملح. وهنحط هنا معلقة شطة. في ناس هيقولك الفلفل طب ما هو حراق بتحطي له شطة ليه؟ بيحافظ عليه وبيبقى طعمه حلو. وهنا الكمون. بتقلبيهم كويس قوي، وبتعصري برضو لو عندك ليمون بتعصري ليمونتين فيه بالشكل ده. ارمي الليمونة فيه تعصريها، وبعد كده حطي الليمونة فيه عادي جدا. والمية سخنة. الفلفل انا خليت لكم 2 كده افتحهم قدامكم، طبعا انا غسلاه وشطفاه كويس قوي. بتفتحي الفلفل بالشكل ده اهو. بعد ما تشيلي الحتة اللي هي فوق دي، الزيادة اللي فوق دي، بتروحي بقى طبعا كل ده انا كنت عاملاه، بس انا كنت مخليه 2 كده اعملها قدامكم عشان تشوفوا الطريقة بتوضبيه ازاي. بس في مية سخنة كده، وبعد ما بيبرد بتحطيه في علبة مقفولة بالشكل ده. بصي لونه اتغير على طول وانا معاكم. ما تنسوش بقى تعملوا لنا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس.